دهب عند قسام الطراب؟ اللي عنده لا دهب ولا ماس ولا حتى قماش يا مولاي. الله، امال عنده ايه؟ وهرب فلوسه فين؟ والله يا مولاي دي حاجه تحير. لا عنده دهب ولا اصلا عايش عيشه ملوك، لكن اهو الناس كلها سعيده وفرحانه ومفيش لا وزراء ولا امراء ولا حتى فقراء يا مولاي. طب وجوز بنت قبضت عليه يا مولاي وهو بيحاول يهرب على حمار، وكان معاه كان معاه قبه فيها عيش وجبنه وبصل. بطل؟ ايوه يا مولاي، اصل هم بيحبوا ياكلوا الجبنه بالبصل. جبنه بالبصل وهو قائد الشرطه؟ مش عارف يا مولاي، ماتوا ليه؟ حيوانات؟ شهر يا مولاي، والحرب بيننا وبينهم سجال، مره نهزم ومره نتهزم، والهزيمه كانت كبيره. كانت البشر والمال، لكن المال كان لينا طبعا يا مولاي. مولاي عنده واحده كده يا مولاي شبه الرجاله. تصور يا مولاي ان اسمها زبيده. اعوذ بالله. مولاي تصور ان هو كده بيمشي في الشوارع والحواري، يقعد ياكل ويشرب ويا الناس. ظريف قسام. اي والله يا مولاي ظريف جدا، ده انا حتى ركبته على حمار المنطاد ومشيته في شوارع القاهره. بس حصل حاجه غريبه يا مولاي، لما مشيته في شوارع القاهره كله سهران مصر كانوا بيسقفوا له ويحيوه يا مولاي. كمان في مصر مشهور دور بقتله وتعليقه على باب زويل يا مولاي. لا ما اقدرش اقبله عشان يبقى بطل في عيون الناس. عاش سفال ولازم يموت سفال مش ملك. طب والحل يا مولاي؟ حكموه وحاسبوه مع المجرمين. الحال يا مولاي العزيز، الحال يا مولاي العزيز، الحال يا مولاي العزيز. مين ده؟ زي مولاي وطي الله يكرمك، زي مولاي قاضي الشام السابق. كنتوا هم وتجيبوا معايا يعني تشوف له علاج. انا مش عيان ولا تعبان يا مولاي، انا مش عيان ولا تعبان يا مولاي. انا مش فاهم ايه اللي خلاك كده. تعالى بسام الطراب، لما استخبى في صندوق الزباله. يا مولاي حد هيقل يا مولاي. الحال يا مولاي، الحال يا مولاي، يا مولاي الحال. اديني هدومي يا مولاي. مين ده كمان؟ مين ده؟ لا يا مولاي، ولا الشام السابق كفر عنده حب وقلت اجيبه معايا. لا انا ما عنديش حب يا مولاي. يا مولاي احنا تعبان وزعل وجعان يا مولاي. تبرعوا لمعونة الشتاء، تبرعوا لمعونة الشتاء. صفر 11 سبتمبر. انا ايش بقى واحد فيهم اقطعها حتت عشان هم جابوا لي. ايه ده؟ طبعا شوف يا بنت ده ينفع. ادي يا عم راسي يا عم، ادي شوف بوس حاضر. على الله عمتان، معلم يا كبير، مش عيان ولا تعبان. حرام عليك يا ابن السلطان، سايبهم عيانين ادوا هدوم. هدوم كام؟ مولاي قسام الطراب كان في صندوق الزباله كان غسان. مولاي تحيوات يا مولاي. يحاكم قسام الطراب امام العامه مع المجرمين امثاله. اتفضل الراجل، اتفضل الراجل. بتخبي تحتها حاجات معفنه ومنتنه، وانت بقى وبختك يا سجنانة يا رجال، ملك الشام قسام الطراب هنا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. كل ده هوا فين اللي هو قسام الطراب؟ انا قسام الطراب. بس يا اخويا هو مين اللي واقف على السجن ده؟ خليك عندك سيبه مفتوح. اسمك الحقيقي قسام
واسم الشهرة السام الطراب. انت مسؤول عن تفكيرات شرم الشيخ. يا فتحي ايه اللي انت بتعمله ده ماشي؟ يا فتحي الدور دوت المسرحيه تاني الارهاب. دي المسرحيه بتاعت ايه؟ قول مسرحيه ايه؟ ملك الزباله. ملك الزباله. ايه الخوذه اللي انت لابسها دي وركز. حاضر حاضر. زباله 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 زباله. انت مسؤول عن الوقوف بالخليفه المسلم والقيام بثورات ضده. ايه رايك في الكلام الموجه اليك؟ بالعربي الفصيح الصحيح انا ملك الشام وما اتكلمش الا مع العزيز الفاطمي. انا ما اتكلمش الا مع العزيز الفاطمي. يا اله الا الله يا عم انا ساعة بقى طول. انا ما اتكلمش الا مع العزيز الفاطمي. وانا جيت لك يا استاذ. اهلا بالملك العزيز. اهلا يا استاذ. شفت ازاي يا استاذ جبت 7 سنين وجيت للقاهرة. القاهرة وجعت دماغي بالقاهرة العامرة السافرة. ايوه القاهرة العامرة. كان نفسي اشوفها يا مولاي. شفتها وزعلت عشانها يا عزيز مصر يا فاطمي. مش فاهم زعلت عشانها ازاي يا مولاي؟ يا مولاي نقتله. نذبحه يا مولاي. واتحرقتك منك له. اقتلوني يا ابن منه وانا معاك. ولا خاف. نقتله يا قاضي. انت بتسرب اول مالك فين؟ انت يا عبيد السيدة قولي لي مالك فين؟ انت هنا يا مرفوض الرقبة. مالها القاهرة يا استاذ؟ القاهرة مليانة زبالة يا مولاي. الورق في كل حتة والزبالة في كل مكان. أنا عملت العالم مكنسة وقفة لكن الناس تجلس في بيوتها وتنظف الشوارع. القاهرة عايزة 50,000 مكنسة وقفة لأجل تنظف يا مولاي. القاهرة عايزة سبالين مش عايزة حاجة ثانية. أمرنا بالبقاء على حياة حسام الطراب ويعيش في قصر. أنا ما أعرفش الأصول يا مولاي. يعيش في دار ويبقى مسؤول عن نظافة القاهرة. افرج يا مولاي عن كل الطهران والحرافيش في القاهرة يساعدوني على تنظيفها. أفرجنا عن كل الحرافيش والزهران ويبقوا تحت رعاية حسام الطراب لتنظيف القاهرة. سناها يا عم حسام وكيف سناها يابا لحد هنا بقى وكفايه قوي. رجعت ديما لعادتها القديمه ضرايب تاني. ايه رايكم بقى في النهايه دي؟ اعملوا لكم واحده ثانيه. اعمل واحده ثانيه يا عم عشان حلوه مظبوطه شويه. شلت الزباله من الباب يا ولاد. سناها يا عم حسام وكيف سناها. غلابة سكان القاهرة. تفتكر الناس هتفضل ساكتة؟ الناس اللي بتشتم كتير بتبقى محتاجة تدبير. عم حسين وليه حواليك وحواليك ووطي صوتك يا أستاذ. وطي صوتك يا أستاذ وامحي اسمك بالوجود. الخوف عيل والدوه الرجالة والكلمة الخايفة الجبانة. يا ناس يا أهل القاهرة خلي بالكم مش هتلاقوا اسم في التاريخ لكني كنت حقيقي موجود وحكمت الشام 7 سنين وبالعدل والميزان وكنت زبال. انا كنست شوارع الشام والقاهرة. مش قوية مش شربوكوا الكوز يا عم. مش حلوة مش عارف. احنا عم واحدة غير عم. كمل يا ابراهيم. انا كنست شوارع الشام والقاهرة وانتم معايا اكنسوا من التاريخ اللي ظلموكم واللي خانوكم واللي باعوكم واللي عذبوكم. يا اما تكنسوا
هتنسوهم يا اما هيكنسوكوا وهيكنسوا التاريخ، وقدامكم حل من اتنين، يا تعملوا تاريخ من غير زباله يا يعملوكوا زباله من غير تاريخ، ويبقى على الدنيا السلام. دلوقتي بس لقيت اجابه للسؤال اللي انا اختاره. يوم عصر يا خساره يا الف خساره، القوه هي اللي بتكسب. وعلى فكره صحيح